قبل ماتش مصر وبلجيكا تعال أقولك إيه حكاية حوسة البلجيك. يا ترى كام واحد فينا سمع الجملة دي؟ إيه حوسة البلجيك دي؟ أو مالكم محتاسين حوسة البلجيك؟ بنقولها لما الدنيا تبقى مقلوبة ولما يبقى فيه دوشة ولخبطة ومفيش حد فاهم حاجة. بس السؤال، إيه هو علاقة بلجيكا أصلا بالحوسة؟ وهل البلجيكيين عارفين إن اسم بلدهم بقى مثل شعبي عند المصريين؟ الحكاية بترجع لأكتر من 100 سنة، وتحديدا في الحرب العالمية الأولى سنة 1914. في الوقت ده كانت بلجيكا دولة صغيرة ومحايدة، يعني مش داخلة الحرب مع أي طرف، لكن الحرب كان ليها رأي تاني. برغم من حياة بلجيكا، إلا إن القوات الألمانية اجتاحت بلجيكا في بداية الحرب، وفجأة البلد الهادية دي بقت ساحة معارك ضخمة. مدن اتدمرت وناس نزحت من بيوتها، وأخبار الحرب كانت مالية الصحف في العالم كله ومن ضمنه مصر. كل يوم الناس تقرأ عن معارك ودمار ومشاكل في بلجيكا، لدرجة إن اسم البلد نفسه بدأ يرتبط في أذهان الناس بالفوضى والارتباك. والغريب إن في ناس فاكرة إن بلجيكا اتسابت لوحدها ومحدش دافع عنها، وده مش دقيق. بالعكس، غزو بلجيكا كان من الأسباب المهمة اللي خلت بريطانيا تدخل الحرب ضد ألمانيا دفاعا عن حياة بلجيكا. لكن اللي وصل للناس وقتها مش تفاصيل السياسة والتحالفات، اللي وصل لهم هو صور الخراب والدمار والحالة الصعبة اللي عاشتها البلد. ومع مرور السنين اتحولت الحكاية لعبارة شعبية مصرية خالصة، واحنا طبعا لازم نحط التاتش بتاعنا، وسميناها حوسة البلجيك. يعني لو دخلت أوضة ولقيت الورق مرمي في كل حتة، أو رحت مصلحة حكومية وكل واحد بيقول كلام غير التاني، أو حتى دخلت المطبخ قبل العزومة بساعة، ممكن جدا تسمع إيه حوسة البلجيك اللي انتوا فيها دي. وطبعا لازم نقول إن مفيش حدث تاريخي رسمي اسمه حوسة البلجيك، لكن ده تفسير شعبي متداول لأصل العبارة، وبيعتبر أقرب تفسير معروف لانتشارها بين المصريين. والحقيقة إن دي من الحاجات الجميلة في اللغة العامية، إن حدث مر عليه أكتر من قرن يفضل عايش على لسان الناس لحد النهاردة. فلو سمعت حد بيقولك حوسة البلجيك أثناء ماتش مصر وبلجيكا، اعرف إن الحكاية أقدم بكتير من الكورة، وإن ورا الكلمتين دول قصة عمرها أكتر من 100 سنة. كل التوفيق لمنتخب مصر، وإلى اللقاء في معلومة سريعة.